كما كتشوفوا من المينياتور جينا ندويو على التشكيله المتوقعه تاع المنتخب المغربي. قبل ما غندخلوا في التشكيله وغنشوفوا الغيابات والتشكيله المتوقعه باش غيلعب وليد الركراكي الناخب الوطني، غندويو هو الاول على التشكيله تاع الخصم ديالنا اللي هو جنوب افريقيا. كما كتشوفوا هادي هما اللاعبين ديال جنوب افريقيا، وهذه هي التشكيله اللي لعبوا بها، ولكن ما كيلعبوش ديما بنفس التشكيله. كما كتشوفوا هنا لعبوا ب4 2 4 2، ولكن في هنا لعبوا ب4 2 1 3، عكس المنتخب المغربي اللي كيلعب ديما بنفس التشكيله اللي هي 4 1 2 3، ديما نفس التشكيله. غنشوفوا الغيابات وغنشوفوا التشكيله المتوقعه اللي يدخل بها وليد الركراكي. دابا غنعطيو التشكيله المتوقعه تاع المنتخب المغربي، ولكن قبل كنتمنى الفرص اللي غيتاحوا لينا نترجموهم لاهداف، حيت تاحوا لينا بزاف تاع الفرص في كاس افريقيا وما ترجمناهمش الاهداف القليل اللي ترجمناه، بحال الماتش اللي ربحنا ب1-0 كانوا يمكن يرجعوا لينا في الدقيقه 80 فاش حكموا المباراه، كون ماركينا 2 بيوت وتاحوا لينا بزاف تاع الفرص. دابا غندوزو للتشكيله. المركز الاول اللي لا شك فيه هو ياسين بونو، عاد نايف اكرت هو لا شك فيه، عاد رومان سيش هو مركز لا شك فيه، حكيمي لا شك. هنا عندنا عطية الله والشيبي ونصر مزراوي اللي رجع من الاصابه، ولكن كنرشح في هذا المركز صراحه هو الشيبي. هنا غتكون اكتملت المنظومه ديال الدفاع. غندوزو الخط الاوسط، المركز اللي لا شك فيه غندوزو الأناحي اللي هو المركز اللي لا شك فيه حتى هو ملاح اللي ضروري غيكون فهمتي الادوار الدفاعيه عنده. زياش لا شك فيه، نصيري حتى هو لا شك فيه. هنا كاين عندنا جوج لعابه، عندنا الزنزولي و امين عدلي. غنقول انا الزنزولي واخا بغيت امين عدلي. المهم هذه هي التشكيله، وزنزولي وامين عدلي لاعبين حيت كاينه الاصابه ديال بوفال اللي ما يقدرش يكمل معنا الكان. نتمنوا نفوزوا في هذه المباراه ونطلعوا الربع، ونتلاقاو في فيديو